احمد عبد القادر في النادي الاهلي قولا واحدا. احمد عبد القادر طلع قال ان بعض اللاعبين زملائه في الاهلي بيلعبوا ما بيلعبوش، الجماهير بتمجد فيهم، الجماهير دي بتاخد فلوس من اللعيبه دي قبض شهري عشان يمجدوا فيهم، انما انا لعبت كويس ما لعبتش محدش بيذكرني ولا حد بيجيب سيرتي. احمد عبد القادر من الاخر وملخص الموضوع كتب نهايته بايده مع الاهلي. خلاص احمد عبد القادر مش هيبقى موجود في الاهلي بعد الكلام اللي قاله ان زملائه ولاعيبه تدفع فلوس لصفحات عشان يمجدوا فيه. لما قلت للناس ان في لعيب من ضمن 2 لعيبه هيروح الزمالك من الاهلي، وقلت ان هو احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر، لان العقد ده كان مع كابتن طارق يحيى، وطارق يحيى مشوه ومنعوه من دخول نادي الزمالك لما بدا يوري العقد الناس، واللاعب هو بالفعل اسمه احمد عبد القادر ما طلعش طاهر. والموضوع كله دي خطه متنفذه ان احمد عبد القادر هيعمل مشكله مع الاهلي عشان الاهلي يبدا في فسخ عقده والاهلي يبدا يبيعه والزمالك يخش يخلص كل حاجه. الموضوع واضح يا جماعه، انتوا اللي بتحبهم تكبرهم. قلت لك ما تصدقش اي حاجه تتقال، انا الحقيقه اللي عندي اللي بتجيلي بقوم جاي طالع قايلها للناس على طول.